مشجع لأياكس كان سكران بالكامل، نزل فجأة للملعب وهاجم حارس الكمار استيبان الفرادو بشكل مباشر. الفرادو دافع عن نفسه وركل المشجع، وبعدها الأمن وزملائه تدخلوا بسرعة عشان يبعدونه. الحراس سحبوا المشجع خارج الملعب فورا، لكن الصدمة الحكم أعطى الحارس بطاقة حمراء مباشرة لأنه ركل المشجع. لاعبو الكمار انفجروا غضب من القرار، والحارس نفسه حاول يواجه الحكم من شدة القهر، لكن زملائه قدروا يهدونه ويمسكونه قبل ما تتطور الأمور أكثر. مدرب الكمار غرتجان فيربيك غضب بشكل كبير وطلب من فريقه يطلع من الملعب احتجاجا على القرار اللي شافه ظالم. وفي لقطة ثانية مختلفة تماما، أحد الجماهير حاول يوصل لرونالدينيو عشان ياخذ توقيعه على القميص، لكن الأمن أوقفه قبل حتى ما يوصل له. وهنا المشجع قرر يسوي آخر محاولة، رمى قميصه باتجاه رونالدينيو على أمل أنه يوقعه له، لكن الأمن استمر يسحبه خارج الملعب وكأنه بيطلع بدون حلمه وحتى بدون قميصه. وفي آخر لحظة صار شيء ما حد توقعه، التيك توكر كابي ليم رجع له وهو ماسك القميص الموقع من رونالدينيو بيده وحقق حلمه بالكامل. لقطة تثبت فعلا أن خابي إنسان رهيب.